السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فراخ مشوية. هعمل لكم سر المحلول النقع بتاعها. هجيب حلة وفيها مية واحط نص كوباية سكر ونص كوباية ملح وربع كوباية خل وليمونتين وورق غار ونجمة ينسون، وهحط كمان معاكم قرفة خشب. بعد كده هدخلها في التلاجة ليلة كاملة، وبعد كده هقوم جاية معاكم جايبة حلة بتاع صينية وحاطة فيها زيت، وبعد كده هنزل بالبصل وهنزل بالبطاطس وهحط عليهم ملح وفلفل اسود وشوية من الزيت. بعد كده هنزل بالدجاجة اللي معانا زي ما انتوا شايفين، نحط عليها هبهرها بالملح ونحط عليها شوية من الزيت. وبعد كده هاجي على البهارات بتاعتنا: كمون، كزبرة، فلفل اسود، شطة، بابريكا، قرفة ناعمة، بهارات فراخ، البهارات المتوفرة عندك. واقوم حاطة عليها نص جزءها هحطه عليها من فوق، والنص الجزء التاني هحط عليها من تحت، بس هحط شوية زيت فوق من البهارات. وبعد كده هشيل سلسلة الضهر زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اروح مدخلها الفرن. احطها اول ساعة على نار عالية، وبعد كده في الساعة التانية احطها على هدي النار عليها واسيبها تستوى براحتها. وبعد كده هشغل الشواية بتاعتنا، وبعد كده بعد ما اشغل الشوايه افضل فتحاها على المتوسط، على نار متوسطه. وبعد كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين ده شكلها هون. وبعد كده هديلها تشريحتين من الصدر، تشريحتين، ومن الفخذ تشريحتين، وهو دي شكلها هون بعد ما طلعت من الفرن. وكنت عامله معاها محضره معاها رز بشعريه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير، وبحبكم جدا جدا جدا، واشتركوا في القناه يا جماعه. وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.